لو انت حسام حسن هتلعب بمين في ماتش كوت ديفوار؟ قول لنا كده التشكيل اللي في دماغك كده، اللي انت شايف ان انت تقدر توقف بيه البهوات بتوع كوت ديفوار دول. يعني كوت ديفوار عندها طرفين في الناحيه الهجوميه، ربنا يسترها علينا منهم. يعني ربنا يسترها يعني بجد، يعني سرعات وقوه وتهديف وشوط. يعني ان شاء الله خير خير، ان شاء الله خير، ربنا يكرمنا ويعدي ان شاء الله على خير. انا اتوقع ان شاء الله ان التشكيل المتوقع بالنسبه لي، واللي ان شاء الله هيفرق مع منتخب مصر ان شاء الله، واتمنى ان الكابتن حسام حسن يلعب بيه. هيلعب بالشناوي. خط الدفاع هيلعب محمد هاني، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، فتوح. طبعا فتوح ده، دي بالنسبه لي انا شخصيا، اصابه محمد حمدي دي خساره كبيره للمنتخب. يعني لقينا كلنا شفنا فتوح ومستواه اللي كان في ماتش بنين. انا لو انا بايدي، انا مش هلعب فتوح، بس هو ده الموجود. يعني انا لو مش بايدي مش هلعب فتوح، هلعب ان شاء الله حتى لاعب مدافع يقف ثابت، لكن ما لعبش فتوح. يعني انا وجهة نظر، بس انت مضطر ان انت هتلعبه يعني. وخط النص يلعب بمروان عطيه وحمدي فتحي وزيزو. مروان عطيه وحمدي فتحي وزيزو. نيجي بقى للناحيه اللي قدام، يلعب بمرموش وصلاح ومصطفى محمد. في مهاجم عندك يا كابتن حسام اسمه مصطفى محمد، هتحتاجه والله، هتحتاجه فعلا في الماتشات اللي زي دي، انه يفضل يزق ويعمل عشان يفضل اللي يفضل لمحمد صلاح وعمر مرموش. يعني يا ريت الكابتن حسام يلعب بالتشكيله دي. ابراهيم عادل انا شايف ان هو مع احترامي ليه، لا ما ينفعش في ماتش زي ده. يعني احنا شفنا الماتشات اللي كام ماتش اللي لعبهم، لا مش كويس. يعني ابراهيم عادل مش كويس. دي بالنسبه لي ده تشكيله المتوقعه.